منتخبنا الوطني بطلا لكأس تايلاند للمرة الأولى بتاريخه بقيادة العقل المدبر الهيد كوتش الجديد خيسوس كاساس، وحيث اجى الانتصار وبنفس نتيجة وسيناريو المباراة السابقة، ولكن مع سلبيات جديدة وإيجابيات أخرى. Now, and first thing I want to say is congratulations on the win. And the second thing is بصراحة منتخبنا اليوم كان أحسن بجزئيات بسيطة عن مباراة الهند. أولاً أهدافنا إجت من كرات ملعوبة لا ضربات جزاء. ثانياً وعند تفعيل الأطراف ونزول باشانك، وعند التقدم للأمام شاهدنا حيوية ومد هجومي رائع من كتيبة الإسباني. والرقم 9 بصراحة عجبني كثير بتحركاته، أكثر حتى من أيمن حسين صاحب الهدف الأول. فمن باب الإنصاف واجب علي ذكر أن هالولد وبتحركاته كان أخطر بقاطات من أيمن، وأيضا كان أصعب وأشرس منه بالثنائيات. ما سجل، نعم صحيح، لأنه أصلا ما اجته فرص محققة، ولكنه وبلفتة أوروبية قدر يصنع الفراغ خلفه الأمجد عطوان، اللي لقى نفسه أمام كرة أرضية سهلة وأمام حارس المنتخب التايلندي. ومن باب الإنصاف أيضا لابد أن نذكر أنه الفهد طالب كان الإيجابية الأكبر بالمباراة، ولولاه ما كان فزنا وحققنا البطولة. فبرافو فهد وبرافو باشانك وبرافو أيمن. ولكن يا أخوان، مثل ما نتكلم بالإيجابيات ونمدح، لازم نتكلم بالسلبيات وننتقد حتى نغطي جميع جوانب المباراة. ولعل السلبية الأكبر كانت عند الجبهة اليسرى لمنتخبنا، عند أحمد يحيى اللي صار شارع أبو السايدين وأكرم منتخب تايلاند بهدفين ما كان لهم أي داعي نهائيا. أما خط الدفاع فما كان سيء بتاتا، والثلاثي ما يتحمل أي هدف تايلندي بشباك منتخبنا. وحقيقة كنت أتمنى أني أشوف أجنحة حقيقية ومن بداية المباراة، وبالأخص الصناطي وأحمد فرحان، ولكن كانت وجهة نظر المدرب مختلفة وهي محترمة وبكل تأكيد. ومن وجهة نظر المتواضعة أرى أنه لو هاجمناهم بأجنحة حقيقية ومن بداية المباراة كان حيكون الوضع أفضل وأسهل بالنسبة لنا، خاصة مع تواجد مهاجم منطقة كأيمن حسين لا يملك الحلول خارج الوكنة المحببة إله. على العموم هي مباراة ودية تجريبية لما هو قادم. كل الأخطاء ستصحح، ونقاط الضعف إن شاء الله ستكون نقاط قوة بالنسبة لنا ببطولة الأردن وبالتصفيات وبعامة البطولات. So yeah, that's my opinion. Tell me yours وبخانة الكومنتس. And yeah, that's it. Peace out.